عن جد اللي اخترع هالوصفة إنه فنان، كيف بشوية خبز ولتر حليب وشوية نشا عمل واحدة من أفخم الحلويات الشرقية التقليدية، ولا بدها بيض ولا كريمة، وبتطلع معك بقوام كريمي بدوب ذوبان وبشهي القلب. احتفظوا فيها، واللي عمره ما جربها بنصحكم كتير إنكم تجربوها. ومثل العادة قبل ما نبلش دعمكم كتير مهم لاستمرار الصفحة، سواء بلايك للفيديو أو تعليق حلو مثل قلوبكم، فما تبخلوا علي. وخلينا هلا نبلش ونحكي بسم الله. أول خطوة عنا رح نحضر فيها أول طبقة، لهيك رح أحتاج لخبز من التوست. بالبداية رح أحمص الخبز، فيكم تحمسوه بس بالشواية على الفرن لحتى ياخد لون، أو بالقلاية الهوائية، أو حتى على النار اللي متوفر عندكم، بدون أي إضافة إشي لحتى ياخد عندي اللون الذهبي عن الجهتين. ومن بعدها بتركه على جنب لحتى أحضر القطر أو التشريبة اللي رح أشرب فيها الخبز. بطنجرة على النار رح أنزل كوب ونص من السكر، بالبداية بدون أي تحريك لحتى تبلش عندي الأطراف تدوب، ومن بعدها ببلش أحرك باستمرار لحتى يدوب عندي السكر بالكامل ويتكرمل. مثل ما عم بتشوفوا معي عم بستمر بالتحريك لحتى أوصل للون اللي انتو شايفينه بدون أي تكتلات. ومن بعدها رح أنزل معلقة كبيرة من الزبدة، وبقلب كل المكونات مع بعض لحتى تدوب عندي الزبدة بالكامل. بتركها مع التحريك تقريبا دقيقة أو أقل من دقيقة. من بعد ما دابت عندي الزبدة بالكامل رح أبلش أضيف المي، وبالنسبة لعيار المي رح أحتاج لكوب وربع من المي، رح أنزل فيها شوي شوي بالتدريج. رح تلاحظوا إنه القوام برجع يجمد، لكن بعد إضافة كمية المي بالكامل بستمر بالتحريك لحتى يدوب عندي السكر بالكامل. ومن بعدها بتركه مدة دقيقتين لثلاثة مع التحريك المستمر، ومباشرة ببلش أشرب فيه خبز التوست اللي حمصناه. مقاس الصينية اللي رح استخدمها 30 في 40، ورح أشرب كامل كمية التوست بالكمية كاملة اللي حضرناها. ومثل ما عم بتشوفوا بلشت أشربها لحتى أخلص كامل الكمية، وبتركها على جنب لحتى نحضر آخر طبقة. بطنجرة على البارد رح أنزل 5 أكواب من الحليب السائل عيار الكوب 250 مل، حضيف لها تقريبا 8 معالق كبار من النشا، والمعلقة تكون عنا شوي مليانة. بالنسبة للسكر أكيد حسب الرغبة، بتبلش بنص كوب لكوب بالكتير، لكن بدكم تنتبهوا إن التوست بيكون فيه حلاوة، لهيك فيكم تخففوها. بستمر بتحريك المكونات كلياتها لحتى تدوب على البارد، وبحط الطنجرة على النار مع استمرار التحريك لحتى يتقل عندي الخليط ويوصل لدرجة الغليان. ومثل ما عم بتشوفوا هون عندي وصل الخليط لدرجة الغليان. آخر إضافة بضيفها علبة من القشطة، بالإضافة إلى ربع معلقة صغيرة من المستكة المطحونة، ومعلقة من ماء الورد أو الزهر حسب النكهة اللي انتو بتفضلوها. بقلب المكونات مع بعض كتير منيح لحتى أتأكد إنه القشطة ضابت بالكامل، ومباشرة بصب الخليط فوق خبز التوست اللي شربناه بالقطر. فردت الطبقة لحتى تكون متساوية من جميع الجوانب، ودخلتها على الثلاجة لوقت التقديم. لازم تبرد، زكاتها تكون باردة. ومن بعد هيك طلعوها وقطعوها بالحجم اللي بيناسبكم، ومن بعدها زينوها بالطريقة اللي انتو بتحبوها. أنا فضلت إني أزين كل قطعة بشوية من الفستق الحلبي وحبة من حبات الكرز، أعطتها شكل كتير حلو. لازم تجربوها، احتفظوا فيها، وما تنسوني من دعمكم. بسعدني كتير تشاركوني تجاربكم، وهلأ بقدر أحكي لكم صحتين وألف عافية عقلوبكم.